كهربا لم أتدخل لإقناع إمام عاشور بالانضمام للأهلي وهو أفضل من عبد الله السعيد. قال لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا أنه لم يتدخل لإقناع إمام عاشور بالانضمام للقلعة الحمراء، كما يرى أنه أفضل من نظيره في الزمالك. يقال عني أنني أقنعت إمام عاشور بالانضمام للقلعة الحمراء للأهلي، ولكن الكلام هذا غير صحيح. إمام أخي لي وشخصية جميلة، ولكن لم أتحدث معه، ولكنه عاد من الاحتراف للنادي الأهلي وهو لاعب كبير أي نادي يتمناه. وحين تحدث معي قلت له تنور النادي وأنا أكتر واحد سأساعدك. وعن سبب قوله أن صفقة انضمام إمام عاشور للأهلي أقوى من انضمام عبد الله السعيد للزمالك، رد قائلا إمام عاشور سنه صغير وإمكانياته تؤهله للعب في أكبر الأندية بالعالم، لذلك أرى أن صفقة إمام عاشور أفضل من صفقة عبد الله السعيد للزمالك. عبد الله بينه وبين إمام 10 سنوات أو 11 سنة تقريبا، ولكن يستطيع الأداء في الملعب، ولكن أرى أن إمام أجمد منه. وبخصوص شيكابالا قال ليس لي علاقة بشيكابالا بأي شيء، ولكن صعب أتحدث عليه ببرنامج، ولكن رأي جمهور الأهلي لم يخطئ، وفي آخر مباراة لم يخطئ الجمهور، والفترة الأخيرة جمهور الأهلي لم يسب أحد، وجمهور الأهلي لا يخطئ، ولا يوجد فارق كبير بين سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو. أنا وخالد بيبو قريبين من بعض بالفترة الأخيرة، وهو يكمل سيد عبد الحفيظ، وما يقوله ننفذه. الكابتن محمود الخطيب أسطورة كبيرة، وحين أقف معه أقول له الأب الروحي لي، أكتر شخص ساندني ويستاهل كل الخير وكل حب الناس له، وحين أقف معه يمنحني نصائح في الكرة ويتحدث معي كابن له، وحسام غالي كابتني ويستحق كل خير بالأهلي لأنه ابن من أبناء الأهلي وشخصية جميلة جدا، ومن لا يتمنى أن يكون رئيسا للنادي الأهلي. قطار التوأم ينطلق من قلب العاصمة. منتخب مصر يتجاوز نيوزيلندا في ليلة بكاء إمام عاشور. بدأ منتخب مصر في عهد التوأم حسام وإبراهيم حسن بفوز صعب على نيوزيلندا بنتيجة 1-0 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم. وأقيمت مباراة مصر ونيوزيلندا الجمعة ضمن بطولة كأس عاصمة مصر في الدور نصف النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر الودية التي تقام في التوقف الدولي لشهر مارس الحالي على استاد العاصمة الإدارية الجديدة. وكانت هذه المواجهة هي الأولى لحسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر. وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من ضربة جزاء، وكانت الدقيقة 24 شهدت إصابة إمام عاشور في الكتف مما اضطره إلى مغادرة الملعب باكيا. وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس عاصمة مصر، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، وينتظر الفائز من المواجهة الأخرى بين تونس وكرواتيا. بعد إصابة إمام عاشور 8 لاعبين في مستشفى الأهلي قبل لقاء سيمبا. تعرض إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا، وأصيب إمام عاشور في الكتف خلال بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية الشوط الأول من مباراة نيوزيلندا، وخرج باكيا على أثرها ولم يستطع استكمال المباراة. ومن المفترض أن يجري إمام عاشور أشعة للكشف، ونقل إمام عاشور إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد مصر بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في الكتف. ومن المفترض أن يجري إمام عاشور أشعة للكشف عن تفاصيل إصابته ومدة غيابه عن النادي. وأصبح إمام عاشور هو ثاني لاعب النادي الأهلي تعرضا للإصابة مصر خلال فترة التوقف الدولي الجارية، إذ أن حسين الشحات قد تعرض أيضا للإصابة في العضلة الخلفية قبل أن يغادر المعسكر. وتضم مستشفى الأهلي كل من إمام عاشور ومحمد الشناوي وآليو ديانج وياسر إبراهيم ووسام أبو علي ومحمد الضو كريستو وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات. وتحدد يوم 29 مارس الجاري لمواجهة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب يوم 5 إبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي. إمام عاشور إذا عاد بي الزمن سأختار الأهلي، ولم أتحدث مع ميدو للعودة للزمالك. أكد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي أنه إذا عاد به الزمن إلى الوراء كان سيختار الانضمام لصفوف المارد الأحمر. وقال عاشور خلال ظهوره ببرنامج رامز جاب من الآخر: أنا أهلاوي ولا يوجد احتمالية بشأن عودتي للزمالك. وأضاف: عندما ظهرت معك في برنامجك العام الماضي
لم أتحدث عن اتفاق الأهلي معي حتى تتم الصفقة. عندما قلت هجاص كنت أقصد رضا عبد العال، ولم أتحدث مع ميدو بعد عودتي من ميتلاند من أجل العودة للزمالك. وأوضح ميدو هو الذي تواصل معي وتحدث معي حول إمكانية العودة لنادي الزمالك، وإذا عاد بي الزمن إلى الوراء كنت سأختار الانضمام للأهلي. وشدد إمام عاشور: أنا أهلاوي وليس لي علاقة بانتماء أسرتي للزمالك، أنا أنتمي للأهلي. ووجه رامز جلال سؤالا في الختام: من نادي القرن؟ ليرد إمام عاشور: الأهلي طبعا. الأولى للعميد مروان عطية رجل مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا. حصل مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر على جائزة رجل مباراة نيوزيلندا التي جمعت المنتخبين على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشارك مروان عطية أساسيا ضمن بطولة كأس عاصمة مصر في مباراة مصر أمام نيوزيلندا في المباراة الأولى لحسام حسن مع الفراعنة كمدير فني. وكان مروان عطية قد صوب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني أمام نيوزيلندا، لكنها ارتطمت في القائم، وحقق منتخب مصر الفوز الأول تحت قيادة حسام حسن في مباراته الأولى مع الفراعنة. وتأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على نيوزيلندا، وينتظر الفائز من لقاء تونس أمام كرواتيا لملاقاته في المباراة النهائية. وبكده نكون وصلنا لنهاية أخبار النهاردة، على مع وعد بلقاء آخر إن شاء الله إن كان في العمر بقية. وكل عام وحضراتكم بخير. ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو واشترك في القناة ليصلك المزيد من فيديوهاتنا القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.